السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. مرحب بيكم ومساء الخير إن كنتم بتشاهدوني بالليل، وصباح الفل عليكم لو بتشاهدوني الصبح. هنبدأ مع بعض النهاردة كده في الوصفة الجديدة بتاعتنا. وصفة كده رائعة جدا جدا وفوق الممتازة. حاجة واحدة عملنا منها كذا نوع. هنبدأ الأول بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفيديو بتاعنا النهارده هيبقى جميل جدا وفيه افكار كتيره وافكار جميله ورائعه، وتنفع كمان عندك للعزومات. وممكن تستغل الافكار ديت وتعمليها، تعملي منها تفريزات عندك لرمضان او تفريزات لاي يوم عندك عادي. وتنفع كمان للعزومات وللضيافه. اي ضيوف عندك محتاره تعملي ايه ممكن تطلعي وتعمليها. يا رب الفيديو بتاعي بس يعجبكم ويوصل ليكم كلكم. ولو فكرة بسيطة اتمنى تشجعوني معاكم كلكم. يا رب اتمنى تعملوا لي لو لايك او اشتراك للقناة. ومتشكرة جدا جدا على التعليقات بتاعتكم الجميلة جدا جدا. بحبكم قوي قوي، وربنا يخليكم ليا انتوا اسرتي الكبيرة، وربنا يزيدكم يا رب. ومتشكرة جدا. القناة دي ما نجحتش الا بيكم انتوا. تعالوا معايا بقى نشوف الوصفات بتاعتنا. ويا رب الاكلات بتاعتنا كان فيها النهارده سلطات كتير وكان فيها وصفات كتيره. انا بابا غنوج بطحينه بكله كله. تعالى نشوف احنا عملنا ايه النهارده وايه سبب الاكلات ديت. ده طبعا مش فراخ ومش لحمه، ده سمك. ايوه سمك. ده كباب سمك. ده كوردون بلو برضو سمك. بانيه سمك. آه شوفوا السمكة الجميلة ديت، ما شاء الله ما شاء الله عليها. طبعا هي حجمها كبير ما شاء الله جدا. آه احترت كتير في هعمل فيها ايه. قلت لا، انا لازم ابهرهم بيا واعمل لهم منها كذا صنف يحتاروا على الاكل هم هياكلوا ايه. تمام. بس بصراحة هي بهدلتني كتير لان انا كنت حطاها في الفريزر وكانت جامدة. تمام. كانت فكة حاجة بسيطة برضو، ما كانتش فكت قوي. ف يعني هي احسن ان انت تشتغلي بيها كده، لانها هي لو طازة طبعا هتعك الدنيا حواليك كلها دم، ومش هتعرفي ان انت تطلعيها قطعة واحدة. طبعا كانت هتهدر منك في اللحم بتاعها. ويا ريت توقفي حد معاكي يمسكها معاكي، هتروح وتيجي وياك. وطبعا يا ريت السكينة بتاعتك تكون حامية جدا علشان تقدري تنقذي وقت. انا كنت اي عظمه تقابلني طبعا كنت بحاول ان انا اشيلها علشان ان هي ما تعورنيش. وبحاول اشيل الدماغ بتاعتها من غير ما اهدر في اللحم بتاعها. اللحم بتاعها جميل جدا جدا يا بنات. والاكلات اللي انا عملتها كانت فوق 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 الممتاز، كمان كانت روعة. التجربة بتاعتي ديت لو انتوا جربتوها في العزومات، او ممكن تعملي منها وتفرزيها في التتبيلة بتاعتها وتعينيها في الفريزر لأي وقت. جاية من الشغل، جاية من اي مكان، مش فاضية تطبخي، ممكن تطلعي وتعملي منها على طول. والله الوصفة ديت جميلة جدا جدا وهتعجبكم قوي. ولو جربتوا الطعم والريحة بس اللي كانت قلب البيت هتعجبك الريحة كمان اكتر. بس ماشية معايا على الخطوات اللي انا بقولك عليها ديت مش هتندمي. هتقولي مثلا لا ده السمك بيبقى زافر والحاجات دي. لا 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 لا، مفيش زفارة خالص نهائي، وعلى ضمانتي لو مشيتي على الخطوات اللي انا هقولك عليها. في ناس تقولك طب انتي ليه بتسلخي الجلد؟ طب ما انت كنت تقشريها وخلاص. لا لا لا، انا بفضل ان انا اشيل الجلد خالص علشان اعرف اطلع اللحمة معايا قطعة واحدة واستغلها. طبعا هي جامدة جدا يعني،
ما اقولكمش مش ما عدتش قادره ان انا امسكها على صوابعي. يعني الجو برد وشتا وكل حاجه، ودي كمان ساقعه جدا. اهم حاجه الفيديو بتاعي لو عجبكم النهارده اعملوا له لايك، اعملوا لايك. هي بسم الله ما شاء الله جميله جدا. لو اول مره تشاهدوني ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو تعملوا سبسكرايب او اشتراك للقناه وتفعيل الجرس. اهم حاجه تفعلوا الجرس عشان كل يوم ينزل لكم مني وصفه جديده. ومتشكره جدا جدا على تشجيعكم ليا، وربنا يقدرني يا رب ان انا اقدر اعمل لكم فيديوهات وتقدروا تستفادوا منها ولو معلومه بسيطه. وبحاول اشيل الجلد من عليها كده على قد ما اقدر، علشان ما طلعش في الجلدة لحم كتير. ممكن تعملي منها فيليه، ممكن بتعملي منها برضو بانيه، بتعملي منها برضو سمك بالخضار، حابة تعملي سمك بالشوربة. بأي شكل من الأشكال انت ملكة في مطبخك، ابدعي واخترعي بمزاجك بقى وفنني في الأكل. الأكل ده عبارة عن فن، بس فن والتكتيكي. وأهم حاجة الخلطات، البهارات، النظافة في الأكل، دي أهم شيء. ودلوقتي انا بحاول ان انا اقطع اللحم الراس من جسمها، بحاول قتيل. احنا كده بنقتل قتيل. وانا اسفة جدا على اطالة الفيديو، بس علشان يعني حبيت اعيشكم معايا الواقع بس مش اكتر. بعد كده بفتحها وبطلع اللي في بطنها كله او في احشائها. ده برضو عشان السمكة كانت مجمدة، طلعت معايا كلها حتة واحدة. ودي حاجة كويسة لحد ذاتها، حاجة كويسة لان انتي مش بتنزل دم كتير ومش بتغرق الدنيا حواليكي. لا بالعكس، كانت بتطلع كل حاجة، كل حاجة كانت بتطلع قطعة بالقطعة معاكي. تمام. الدم شوفوا كان عامل معايا كمان ازاي على السلسله بتاعه الظهر، طبعا شوفوا بتشال معايا بسهوله. طبعا انا عامله فرشه للسمك مخصوص. بغسل بيها السمك، وبعد ما بغسل السمك بيها بغسلها كويس وبنضفها وانشفها وبعدين اعينها للسمك عشان تاني مره. وباجي من عند سلسله الظهر ده برضو بشقها اتنين. طبعا انا بقطع السمكه وعارفه كل قطعه فيها هعمل فيها ايه. بتبقي حاطه في دماغك، شوفي كل قطعه. انت ممكن تستفادي بسلسله الظهر دي بعد ما تطلعيها. بتمسكي اللحم اللي عليها، تشفيه او تقطعي قطع صغيره وتعمليه وتتبليها وتعينيها في الفريزر، تعمليه متبله كده وتستفادي بيها تعمليها بانيه. تمام. بتعمليها بانيه، بتعمليها نفس الخلطة اللي انا عملتها، بتعمليها مقلية، حسب ما انتي بتحبي. بتعمليها كوردون بلو، بتعمليها مسحب. مش الدجاج بس اللي تقدري تخترعي فيه، لا الاسماك كمان بتبقى الاكل بتاعها شهي جدا كمان اكتر من الدجاج، واطعم بكتير وطعم تحفة تحفة تحفة. طبعا انا كنت بحاول اشيل اللي هو العظم بتاعها، بيبقى فيها عظم رفيع وفي العظم كمان كمان كبيرة. كان العظم بتاعها سميك، بس هي كانت مشكلتها ان هي في اللحم بتاعها بعد العظم كده. تمام. كده انا قطعتها شرايح
واقول لكم دلوقتي احنا قطعنا شرايح صغيرة هنعمل بيها ايه، والشرايح الكبيرة هنعمل بيها ايه. تمام. هي ما شاء الله عملت معايا كمية حلوة. طبعا احنا غسلينها وغسلينها كويس جدا. بتغسليها بايه يا ايمي؟ بغسلها بالخل والملح الناعم والليمون. وبعد كده طبعا شطفتها كذا مرة وانا كنت بنضفها معاكم، بس انا بقيت احاول اقلل من الفيديو علشان ما يطولش عليكم. وطبعا اهم حاجة الغسيل بتاعها يكون غسيل، تغسليها يعني المية ما تكونش مفتوحة قوي تعملي اللحمة بتاعتها وتهربليها وياكي، لا، احنا عايزين نحافظ على كل قطعة فيها. تمام. انا بعمل منها شرايح فليه كده رقيقة، وهقول لكم هنعمل بيها برضو ايه. السمكة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا. هي مشكلتها بس ان هي كان فيها عظم كتير وعظم سميك، عظم رفيع وعظم سميك. تمام. إيه، كل واحد وحسب افكاره بيعمل اي طريقة هو عايزها. انا ما حبيتش اعمل لكم كل فكرة في فيديو، لا انا حبيت اجيب لكم الافكار بتاعتي كلها إيه اللي انا عملت بيها في فيديو واحد. تمام. علشان تستفادوا، اللي حابب يعمل كده هتبقى حاجة جميلة مشرفة جدا. ممكن تبقى حلوة جدا لضيوفك في العزومات. جميلة جدا أكلة الأسماك ديت، بتبقى أكلة شهية جدا جدا وتحفة جدا جدا. وأهم حاجة اختراعك فيها في طريقة التقديم وطريقة الأكل. طبعا أنا شطفتهم برضو تاني بالمية والخل والليمون. هقطعها قطع صغيرة كده واقول لكم هنعمل ايه. مش الدجاج بس اللي احنا بنقدر نعمل فيه بقى اختراعات والحاجات دي، لأ، انا هقول لكم احنا بقطعها قطع صغيرة مكعبات كده اللي نعمل فيها ايه. تمام. في البولة اللي معايا هلم فيها الشرايح اللي انا طلعتها الفيليه. تمام. وهقطع برضو اشكال المكعبات ديت. طبعا انا معايا بولة تانية كنت حطيت فيها الحتت اللي هي بقى متقطعة كبيرة ومتقطعة اي تقطيع كده، لان انا عارفة برضو هعمل فيها هي كمان ايه. هعمل لكم منها 4 وجبات مختلفة. شوفوا العظم بتاعها، ان ما خدتش بالك ممكن تتأذي منه. جنبي طبعا بولة برضو بحط فيها العظم والتنظيف اللي ببقى طلعه منها. كده انا عملت الخلطة بتاعتي، كانت عبارة عن بصلتين و4 فصوص توم كبار او راس توم لو كانت صغيرة، وليمونة وفلفل وشطة والبهارات بتاعتي. تمام. البهارات كانت عبارة عن توم باودر وبصل باودر وبابريكا، وكان معايا فلفل احمر طبعا وفلفل الوان كنت ضربهم برضو في الخلاط مع الليمون والبصل والثوم والملح
والفلفل الاسود اهم حاجة في خلطة الاسماك بتاعتي. الخلطة بتاعتها ديت كانت تحفة، الريحة بتاعتها كانت جنان ومضيعة ريحة السمك خالص خالص، وريحة التتبيلة بتاعت البهارات كانت مغطية خالص خالص على السمك بتاعي. تمام. حاول ان انا اشربهم كلها من الصوص او التتبيلة. انا هسيبها دلوقتي شوية تتبل معايا. وعلى ما جهزت التوم معايا 3 فصوص توم وبصلتين. وشوفوا بقى انا بعمل ايه. جايبة معايا المكنة اللي هي المفرمة بتاعتي، لو ممكن تفرميها، ما عندكش مفرمة من دي ممكن تعمليها في الكبة، تعمليها في الخلاط كمان. اللحمة بتاعتها يعني سهلة ان انت تعمليها كمان في الخلاط. هتفرمي التوم والبصل وهتحطي اللحمة عادي. طبعا بالتتبيلة بتاعتها وهفرمها. بعد ما فرمتها بقلبها بقى بفلفل اسود وبابريكا وبهارات وكمون و بودرة الثوم وبودرة البصل وبقلبها. بعد كده بعمل منها كباب. بعمل منها كباب. وانا كذا مرة بعمل الكباب من السمك، بيبقى تحفة جدا جدا. برش على، بتشكلي اي شكل انت عايزاه، وبرش عليه شوية زيت خفيف علشان ما تلزقش في الصينية معايا. وافتح الشواية من فوق ومن تحت، وهتبقى جميلة جدا جدا وما بتاخدش وقت طويل. برمي عليها نص قرن فلفل حار وشوية كزبرة صغيرين، وهغطيها بالورق الفويل علشان خاطر تستوي. وبعد كده بشيلها عشان تاخد معايا لون، وهدخلها في الفرن. طبعا الفرن والع على درجة حرارة 180. ما بتاخدش وقت، ما بتاخدش اكتر من ربع ساعة بكتيره. هجهز معايا هنا للوصفة التانية طريقة الفيجيتار اللي انا كنت عاملاه. كنت عاملاه طبعا عندي، كان حطيت عليه 3 معالق نشا. هنزل عليهم ال7 بهارات. ده برطمان بحط فيه ال7 بهارات، واحط فلفل اسود، وهحط كمون. طبعا هجيب كمان دقيق، وهنزل على الخلطة اللي معايا شوية دقيق. طبعا انا حطيت نشا فيها عشان تديني قرمشة. دي الطريقة السريعة لو عايزة تقلي البانيه فيها، دي بالطريقة السريعة اسهل من الطرق التانية كتير. طبعا الخلطة اللي هي الفيجيتار اللي كنت عاملاها ديت كانت عبارة عن عيش او فينو. عندك ده جنزبيل اللي بحطه، عيش او فينو كان عندك انت كنت عاملاه، بتجففيه وتسحنيه في المصحنة وتعمليه، تحطي البهارات بتاعته والتتبيلة بتاعته زي الفيجيتار بالظبط، بيبقى احسن كمان. طبعا انا قلت لكم احنا كنا بنعمل القطعة دي ليه. انا بعكها تاني من التتبيلة بدل ما اعمل لها بيض وكده. حابة هجيب لكم برضو كمان بيض وهقول لكم برضو هنعمله ازاي. حابة تعملي من غير البيض هتعمليه كده. بجيبها اعملها قطع فيليه وهغطيها بالخلطة خالص، وارجع هعكها من التتبيلة لان التتبيلة بتاعتي خسارة تترمي. بصراحة الريحة بتاعتها تحفة، وكمان لما بتيجي تتقلى كده وريحة التتبيلة بتاعتها دي بتبقى طالعة فواحة بقى في الشقة كده، ريحتها جميلة جدا جدا جدا. تمام. معايا هنا جبنة برضو موتزاريلا، ديت الوصفة التالتة. تمام. الوصفة التالتة بتاعتي ديت معايا جبنة موتزاريلا، وبجيب القطع اللي احنا عاملينها زي الفيليه بس عريضة شوية ورقيقة. تمام. هلفها كويس معاكم.
لفيت هنا كذا صباع برضو، هلفها كده زي الرول او اكنك بتلفي سندوتش برضو، وهحطها معايا في الخلطة اللي انا عملتها، خلطة الدقيق. تمام. الخلطة دي موفرة جدا جدا عليكي، بدل ما تشتري بقسماط وروحي تشتري فيجيتار. انت عشان تشتري فيجيتار عايزالك يجي ب40 جنيه علشان تعمليها، لا اعمليها من بيتك، وفي نفس الوقت بالبهارات اللي احنا حطينا عليها دي بتبقى لها ريحة روعة روعة، بتبقى روعة جدا. فانا دلوقتي بغطيها بالخلطة ديت وهسيبها معايا شوية. آه، شربها من الدقيق خالص. وبعد كده هجيب بيضة برضو، لو حابة الطريقة دي ومش حابة ان انت تنزليها في التتبيلة. معايا بيضاية وبنزل عليها شوية فلفل اسود خفاف او خل، وهشيلها منها وهعملها في الدقيق بعد كده. تطلع برضو نفس النتيجة، بتبقى مقرمشة والطعم بتاعها تحفة، والموتزاريلا كان برضو عطيالها طعم رائع رائع رائع. اهم حاجة ما تنسوش اللايك والاشتراك للقناة، واوعوا تنسوا تفعيل الجرس. ولو في اي حاجة ممكن ياريت عجبكم او ما عجبكمش تفيدوني برأيكم، واي حاجة تطلبوها ياريت تقولولي عليها في الكومنتات. الفايدة اللي انا عملتها برضو حاجة طلعت كويسة، ان انت بتفرشي الورق الفويل وبعد كده بتلميه وتخلصي منه بترميه يعني. معايا هنا على النار طبعا حطيت معلقة سمنة على معلقة عفوا معلقة سمنة وشوية زيت صغيرين، نزلت عليهم ببصلاية وتوم وبشوحهم على النار، وانزل بقى بالقطع الصغيرة اللي انا قطعتها معاكم من السمكة. كنت قبل كده كنت عملت لكم اللي هو تشيكن الدجاج الهندي بالدجاج. لا دلوقتي احنا هنعمله بالسمك، هنعمل الخلطة نفس التشيكن الهندي او خلطة الدجاج الهندية. لا هنعمل الخلطة بقى الهندية بس بالسمك. تمام يا جماعة، والله تحفة. الخلطة دي كانت جميلة، كانت جبارة، الريحة روعة روعة روعة، واللي هيدوقها بس من ايديكي هيتمنى ان هو ياكلها مرة واتنين وتلاتة. انتي اول واحدة كمان ما كنت مش هتزهقي من الطعم. طبعا بحاول ان انا اخلي السمك معايا ياخد لون. بنزل بنص قرن فلفل حامي او بارد حسب ما تحبي، بنزل عليها بعصير الطماطم، كوب او كوبايتين عصير طماطم. معايا هنا البهارات بابريكا جنزبيل فلفل كمون بهارات السمك 7 بهارات. وانا بحب البهارات جدا جدا مش عارفه ليه بس انا بعشق حاجه اسمها البهارات والله فعلا. آه وبقلبهم في بعض كده كويس. بعد كده هقول لكم دي علبة زبادي، علبة زبادي بنزل بيها على الخلطة بتاعتي. طب يا ايمي انت بتحطي زبادي على السمك؟ اه يا جماعة ما تخافوش والله بجد ما بيبانش، وبيخلي الحاجة معاكي السمكة بيبقى فيها طراوة كده وبيخلي الخلطة ديت عاملة زي الكريمي. الريحة يعني الريحة طالعة من الفيديو. معايا عصرة ليمونة بقى كده، لزوم التحابيش ايه، فاهمين دي بقى؟ شوفي انت لما تبقي عايزة حاجة كده انا مش قادره اوصف لكم الطعم يبقى عامل ازاي. طبعا انا الرز بقى ممكن تقدمي رز ابيض رز بخلطه ايا كان، انا بعمل رز حبه وحبه اللي هو الرز المفلفل زي ما احنا بنقول. طبعا معايا اللي هو سمنه وزيت، وكون غسله الرز كويس وانزل فيه على النار كده احمره. طبعا معايا الخلطه الرابعه والاخيره، بعمل كولدن بلو من السمك.
كوردون بلو من السمك. جيبي السمك اللي احنا عملناها، وبحمر برضو القطع التانية اللي هي الفيليه، وشوفوا منظر الاكل يشهي ولا ما يشهيش. قولولي بقى لو عجبكم الفيديو. ما تنساش اللايك والاشتراك للقناة. بصراحة الاكل تحفة، واللي اكلوا منه ما كانوش قادرين يحكموا لانهم خسروا التحدي، وانا اللي كسبت التحدي. تزيينك بقى في الاكل ده انت وشطارتك. طبعا احنا كنا مستعجلين بقى، يعني خلاص زهقت من الوقفة والله. آه عشان اقدر اوصل لكم المعلومة، ولو حاجة بسيطة. ما تبخلوش عليا باللايك وبالاشتراك للقناة علشان القناة تكبر بيكم. شوفوا السمكة عاملة ازاي، مستوية، والجبنة كده مزة فيها، يعني طعم رائع رائع. حاجات بسيطة ومن قلب بيتك، بتحس ان الخير كله موجود عندك. بسم الله ما شاء الله. اللهم زدنا من خيراتي وزدنا وزدكم يا رب. وشكرا جدا ليكم لمتابعتكم ليا، وشكرا ليكم على الكومنتات بتاعتكم الجميلة الحلوة. وربنا ما يحرمنيش منكم ابدا، وربنا يقدرني ان انا انزل لكم كمان فيديوهات يعني فيديوهات اكتر واكتر. وان شاء الله ما عادش اتاخر عليكم في فيديوهات تاني، واللي تعوزوه مني انا تحت امركم. ولو بكومنت صغير انا برد على اي كومنتات على فكرة بتنكتب ليا. وشكرا.